يا مساء الفل. النهارده ميعادنا مع ابيسود جديده. انا عارف بقالنا فتره موقفين، ولكن كنت بحاول اخد بريك عشان نعرف نرجع بقوه اكتر. النهارده هندخل شويه في حته الانفراستراكشر والانفراستراكشر از كود يوزنج تيرافورم. بس قبل ما ندخل في تيرافورم الانفراستراكشر از كود، تعالوا نتكلم على جزء في الانفراستراكشر، وهو احنا لو عاوزين نديبلوي سيرفيس عندنا على اي سي 2 انستنس، واي سي 2 انستنس ده اسم السيرفيس اللي بتريبريزنت بالنسبه لنا فيرتشوال ماشين على الكلاود، بس على اي دبليو اس سبيسيفيكلي يعني. طيب عشان اقدر اعمل ده، تعالوا كده نحكي القصه هنا. عشان احكي القصه تعالوا كده نمسك هنا يعني سبيس فاضيه قبل ما ندخل على الفول دايجرام. وفكره ايه؟ انا دلوقتي عندي سيرفيس، let's say بايثون سيرفيس. اوكي، البايثون سيرفيس دي عايز اعملها ديبلوي على فيرتشوال ماشين. ليه؟ عشان انا عايز اليوزرز بتوعي اللي هيبتدوا، تعالوا كده هنا نجيب يوزر. اليوزر بتاعي عشان يستخدم السيرفيس دي، فطبعا انا مش هعمل ران للسيرفيس دي على اللوكال ماشين عندي، لا انا عايز اعمل لها راننج على فيرتشوال ماشين في الكلاود تبقى دايما شغاله. فده كونسبت اساسي ان انا بعمل ديبلويمنت. انا ليه بعمل ديبلويمنت على الكلاود اصلا؟ طيب، فانا دلوقتي السيرفيس بتاعتي دي خلينا نعتبر ان هي عباره عن ويب ابلكيشن. ماشي، let's say ده باك اند ابلكيشن. فالباك اند ابلكيشن بتاعي ده انا مش عايزه يبقى exposed publicly، يعني مش عايز الناس تعرف توصل له بشكل دايركت يكلموا السيرفيس بتاعتي اللي هي الباك اند. لا، انا عايز اعمل ده بشكل مور سكيور شويه. طيب، فالباترن اللي بنعمله ايه؟ الباترن اللي بنعمله هو ان احنا بنعمل اور اون فيرتشوال برايفت كلاود اللي هي بنسميها الفي بي سي. اوكي، ففي الفي بي سي انا بعمل فيرتشوال برايفت كلاود على اي دبليو اس، وبقول له البرايفت كلاود بتاعتي دي انا عايز ابقى عندي كنترول على الاي بيز اللي جواها. فبقول له انا السي اي دي ار رينج بتاعي، رينج الاي بي ادرسز بتاعي في الفي بي سي دي، انا عايزه يبقى الرينج ده. وده معناها ايه؟ طبعا شرحناها قبل كده ان ال 16 ده نتورك ماسك، فان انا مش باجي جنب اول رقمين اللي هم اول 16 بت ومعايا الرينج في تاني رقمين. فانا معايا الاي بيز اللي هي من اول 10 0 1 0 على 16 لحد اللي هو لحد 255. طبعا مش كل اي بيز بتبقى معانا، في حاجات اي دبليو اس بيعمل لها ريزيرفنج الاول. فانا معايا الرينج ده كله. اوكي، اللي هو الرقمين دول، ده الرينج اللي بالنسبه لي ده الماشينز اللي بتريبريزنت عدد ماشينز بعد الماسك اللي هو ال 16 بيتس الاولانيين. اوكي، طيب، فالفكره ان انا بعد ما عملت الفيرتشوال برايفت كلاود ببتدي اقسمها سب نتوركس اللي هي بنسميها السب نتس. فتعالى كده نشيل ده دلوقتي. انا هعمل دي هكريت بالنسبه لي سب نتس انا جوه الفي بي سي. السب نتس منها نوعين، بابليك وبرايفت، وهنقول دلوقتي ايه الحاجه اللي تقدر تخليها بابليك وايه الحاجه اللي تخليها برايفت. ولكن بالنسبه لي انا عايز اعمل واحده برايفت وواحده بابليك. ماشي، فدي البرايفت سب نت ودي البابليك سب نت. اوكي، وطالما هي سب نت فهي واخده جزء من السي اي دي ار رينج ده. فدي مثلا هخليها تستارت من 10 0 1 0 على 24. ليه 24؟ هي باديه من 10 0 1 ومعايا عدد الماشينز اللي بقدر بيهم امشي من الزيرو ده لحد 255 اللي هو الزيرو الرابع ده، لان انا هنا زودت الماسك
ل 24 بت، واخلي البابليك عشان ما يحصلش اوفرلابنج ما بين الاي بيز يبتدي من 10 0 2 0. اوكي طيب، فانت كانك خدت رينج جوه الرينج، خدنا رينج جوه الرينج. طيب انا عايز السيرفيس بتاعتي تبقى برايفت، فانا هعمل لها ديبلوي فين؟ هعمل لها ديبلوي في البرايفت سبنت. فهنحط هنا الاي سي 2 انستنس بتاعتنا. اوكي، الاي سي 2 انستنس دي ده الفيرتشوال ماشين بالنسبه لي، دي الفي ام اللي عليها يبقى ديبلويد البايثون سيرفيس بتاعتي. اوكي طيب حلو قوي. طب انا كده عملت السيرفر هنا وهعمل عليه ديبلوي البايثون سيرفيس يوزنج بقى دوكر، يوزم ممكن استخدم سيستم دي، ممكن انستول يعني اخلي السيرفيس دي راننج على السيرفر ده باي طريقه. طيب انا افترض ان هي بقت راننج، بس دلوقتي هي مش فيزبل للانترنت. اليوزر ده لو جرب يكلم السيرفيس بتاعتي مش عارف يوصل لها اصلا. فالحل ان احنا نعمل ايه؟ بنعمل حاجه اسمها لود بالانسر. في منه نوعين، بس للسهوله دلوقتي هنشتغل بالابلكيشن لود بالانسر، وهنتكلم عن ابلكيشن لود بالانسر. هو لود بالانسر ده من اسمه، خلينا كده بس نعكس دول عشان نخلي ده ناحيه اليوزر. اوكي I think دي مكتوبه كده غلط، برايفت. ماشي، ابلكيشن لود بالانسر من اسمه هو هدفه ان هو بيستقبل الترافيك البابليك اللي جايه من الانترنت. اوكي ممكن نتكلم بقى دي هتيجي ازاي، وهو اللي يقدر يراوت الترافيك على الماشين. فانا بسمح بس للابلكيشن لود بالانسر هو اللي يكلم الفي ام بتاعتي اللي جوه البرايفت سبنت. ثرو كونفيجريشنز احنا اللي هنعملها. اوكي طيب، فاحنا هنا اليوزر طبعا هو بيكون فاتح براوزر ثرو الانترنت. فتعالى كده، في هنا ايكون احسن للانترنت. اوكي اليوزر هيجو ثرو الانترنت، هي ريكوست حاجه من السيرفيس بتاعتنا، والريكوست هيبتدي انتر الفي بي سي ثرو مين؟ ثرو حاجه اسمها الانترنت جيت واي. فالانترنت جيت واي ده نوع من الجيت ويز على اي دبليو اس. هو ده كأن ده بالنسبه لنا احنا الانترنت كونكشن، دي الطريقه اللي بيها الريكوست بيجي من بره الانترنت يدخل لاي دبليو اس، والعكس لو انا عايز اطلع من جوه لبره ثرو الانترنت جيت واي. فدي الجيت واي اللي بتوصلني بالانترنت، فدي ليها واصله مع الفي بي سي وواصله مع الانترنت. اوكي طيب حلو الكلام، ماشي فهمنا كده الفكره شويه. طيب الماشين بتاعتي عشان انستول عليها شويه حاجات ديبندنسز، عايزه انستول على الماشين بتاعتي باكجز وديبندنسز، فانا محتاج الماشين بتاعتي somehow تطلع هي كمان للانترنت، مش كده؟ انا عايزه تروح هتنستول منين؟ هتنستول من الانترنت. طيب هل ده allowed؟ لا، باي ديفولت لا، باي ديفولت انا الماشين بتاعتي جوه برايفت سبنت، جوه فيرتشوال برايفت كلاود. ده طبيعي ان هي اصلا مش هتوصل للانترنت الا لما اقول ان انت محتاج اوصلك بالانترنت. بنعمل ده ازاي؟ through a component بنسميه النات جيت واي. فده نوع جيت واي تاني، مش الانترنت جيت واي، ده نوع جيت واي تاني اسمه النات جيت واي. النات جيت واي من اسمه فهو بيعمل ادرس ترانسليشن، نتورك ادرس ترانسليشن. فهو بيترانسليت ايه؟ بيترانسليت البرايفت ادرس، البرايفت اي بي ادرس بتاع الماشين اللي عايزه تطلع بره، وكانه بيديلها
single public IP تقدر من خلاله تطلب حاجات من الانترنت، تريكوست ان هي تنستول اي dependencies من الانترنت. فده بيحصل، يبقى انا لو عايز اعمل اللعبه دي ان الحاجه البرايفت اللي عندي اللي جوه مقفول عليها تطلع الانترنت، هيبقى ثرو النت جيت واي. عشان كده النت جيت واي بحطها في البابليك سبنت وبديها كمان هي نفسها elastic IP address، يعني public IP address مش بيتغير، ثابت ليها دايما. وهي النت جيت واي هي اللي بتوصل الترافيك اللي طالع ده اللي هو بنسميه الاوت باوند ترافيك، هي بتطلعه للانترنت. فيبقى الان باوند بيبقى ثرو الابلكيشن لود بالانسر، والاوت باوند بيبقى ثرو النت جيت واي. اوكي، ده باختصار سيت اب يكون كويس لسمبل ابلكيشن او سمبل ديبلويمنت عايزين نعملها زي الكيس دي. انا عايز اميك شور ان الديبلويمنت بتاعتي برايفت وسكيور، مقفول عليها في نتورك فيرتشوال برايفت احنا اللي عاملينها، بس في نفس الوقت الترافيك بيعرف يوصل، وفي نفس الوقت الماشين دي تعرف تنستول حاجات من الانترنت. الميزه في النت جيت واي ان هي does not allow الانباوند. النت جيت واي مش بتالاو الانباوند، هي بتطلع ترافيك بس باي ديزاين. يعني هي كده كده سكيور من الناحيه دي بتاعت انه كده كده انا مطمن ان مفيش انباوند ترافيك هيجي ثرو النت جيت واي للسيرفيس بتاعتي او للسيرفر بتاعي. اوكي، ده اللي احنا هنعمله بالظبط من ناحيه AWS كلاود بروفايدر بتاعنا ثرو تيرافورم. ففي حاجات هنا همابت لتيرافورم بالظبط، في ريسورسز محتاجين نعمل لها كرييشن عشان نظبط الكونكشنز دي، هايلايتد اكتر في تيرافورم ان احنا محتاجين نعمل دي ودي ودي علشان نوصل للشكل في الاخر ده. منها مثلا الابلكيشن لود بالانسر باي ديزاين AWS عاملاها هايلي افيلبل، فلازم وانت بتعمل له كرييشن او بروفيجننج لازم يبقى بتدي له 2 سبنتس. فانا هحتاج في الانفراستراكشر بتاعنا هتلاقيني عامل 2 بابليك سبنتس علشان الابلكيشن لود بالانسر يبقى موجود هنا وهنا. ده فور هايلي افيلبل، لو في افيلابيلتي زون من الاثنين وقعت ستيل الترافيك بتاعك ما وقعش كله. هنلاقي ان احنا عندنا هنا another public subnet وحاطط فيها الابلكيشن لود بالانسر بنفس الكونكشنز بتاعته بنفس كل حاجه. ان برضو الانباوند بيجي له من انترنت جيت واي وهو بيودي الترافيك ده على السيرفر، نفس اللعبه بالظبط. اوكي، وطبعا السبنت هيبقى ليها سي اي دي ار رينج ايه مختلف، ممكن هنا يبقى 10.0.3 عشان ما يحصلش اوفرلابنج ما بينها وبين التو سبنتس التانيين. اوكي، فده الاوفر فيو اللي احنا هنعمله بتيرافورم. فتعالوا نشوف تيرافورم هنعمله ازاي. هنا لو لقوني فتحت هنا انا اوريدي عامل الكود بتاع تيرافورم، بس هنجو ثرو كده ايه واحده واحده. هتلاقوا كده في زي يعني سكتات في النص كده، بس انا عشان مش هعمل اديت قوي للفيديو ده انا هنزله زي ما هو. فانا بس ايه زي يعني بشرب ميه كده وسط الفيديو يعني. اوكي ماشي. تعالوا دلوقتي نجو ثرو التيرافورم بتاعنا عامل ازاي. في تيرافورم اوريدي في الفيديو الاولاني اللي في الانفراستراكشر بلاي ليست كنا اتكلمنا شويه على السيت اب بتاعه. مينلي انت بتعمل main.tf فايل، ده التيرافورم انتري فايل بتاعك. ممكن اقسم الموديول بتاعي او اقسم الانفراستراكشر بتاعتي على كذا فايل، بس فور سمبلسيتي هنا انا عامله في فايل واحد. الاول بتقول ان انا عايز اشتغل بتيرافورم فيرجن كام، فانا هنا قايل تيرافورم ريكوايرد فيرجن تكون اكبر منها او بتساوي الفيرجن دي. مين الريكوايرد بروفايدرز بتوعي؟ طبعا AWS بروفايدر عشان انا هشتغل ب AWS ريسورسز وعايز استخدم البروفايدر بتاع AWS، فبحدد السورس والفيرجن بتاعته وبعمل تيرافورم انت بانستول، هو بينستول للبروفايدر ده. وطبعا هنا بديفاين البروفايدر بتاع AWS اللي انا عملت له انستول، بس بديله شويه كونفيجريشن بيزك زي انا عايز اشتغل في انهي ريجن دايما EU سنترال 1 بالنسبه لي، وايه الديفولت تاجز اللي انا هبقى عاملها وعايزها تبقى دايما اتاشد عندي في الريسورسز اللي انا هشتغل بيها. طيب اول ريسورس هنعمله هو AWS VPC
الفيرتشوال برايفت كلاود بتاعتنا. وزي ما حددنا هي سيمبل، انا عايز احدد السي اي دي ار بلوك الرينج بتاعي ده زي اللي عملناه هناك في الدياجرام. والتاجز هتلاقوني هنا مستخدم لوكال، فده لوكال اكسسبل يعني فاريبل، اقدر اقول له ايه هات لي اللوكالز دوت كومن تاجز. شايف التاجز دي؟ انا عايزك تحط لي التاجز دي على الفي بي سي بتاعتي. التاجز دي زي البروجكت نيم والانفايرمنت، بروجكت اسمها تيرافورم سيريس والانفايرمنت ديفلوبمنت. فدي بس حاجه اوبشنال عشان اقدر اوصل للفي بي سي بتاعتي بسهوله لو انا بسيرش اكروس مالتيبل في بي سيز بالتاجز، او فور كوست تراكنج. انا برضو عايز اشوف الكوست بتاعت الحاجات اللي واخده التاجز بتاعت البروجكت ده، اقدر افلتر بالتاجز على طول. اوكي، هنيجي بعد كده لجزء السبنتس. هتلاقوني عملت اول سبنت هنا هي البابليك سبنت الاولانيه. اي سبنت بتعمل لها كرييت لازم تقول له هي تبع انهي في بي سي، فبقول له هي تبع الفي بي سي اللي احنا عملناها فوق AWS VPC دوت مين دوت اي دي. السي اي دي ار بلوك بتاع السبنت دي هيبقى 10.0.1 على 24، وده رينج الاي بيز بتاعتها بيبتدي من 10.0.1.1 لحد 10.0.1 254، عشان هم توتال 255 فيبتدي من 0 ل 254. فاني افيلابيلتي زون الاولانيه هتبقى في اي سنترال 1 اي. هل هنا بماب البابليك اي بي اون لونش اعملها بترو لان دي البابليك سبنت، فانا عايز اي حاجه تديبلوي جواها تاخد بابليك اي بي، وبرضه حاطط لها نفس الكومنت تاجز زي الفي بي سي. نيجي للسبنت الثانيه، برضه نفس الفكره، رابطها بالفي بي سي، مديها بلوك مختلف عنها بدل ما 0 1 0 2 عشان ما يحصلش ما بينهم اوفرلابنج. فتلاقوا ان الرينج هنا انا برضو عامل كومنت هو من كام لكام، فانا معايا كل الرينج ده في اي بيز، اقدر اديبلوي حاجات وتاخد اي بيز لحد من هنا للرينج ده. فاني افيلابيلتي زون خليتها بقى واحده في ايه واحده في بي عشان الابلكيشن لود بالانس زي ما قلت لك. وهنا بماب البابليك اي بي اون لونش برضو، والكومنت تاجز زي ما هي. كده خلصنا اول 2 بابليك سبنتس. البرايفت سبنت زيهم بالظبط، الفرق هو الرينج، وهنا ما فيش ماب بابليك اي بي اون لونش لان انا اصلا عاملها برايفت سبنت. باقي الحاجات زي ما هي. هنا عملنا الانترنت جيت واي، وقلنا دي مهمه علشان الكونكتيفيتي مع الانترنت بره. فبس بقول له هي هربطها بان في بي سي اللي هي الفي بي سي بتاعتنا بيزد على الرسمه دي، هي لازم تكون اتاشد او كونكتد سام هاو بالفي بي سي اي دي بتاع الفي بي سي اللي احنا هنكريتها هنا. وطبعا بعمل لها الاستيك اي بي ادرس بتاع النت جيت واي، مديله دومين ان هو تبع الفي بي سي بتاعتي، والتاجز بتاعته برضو اللوكال من اللوكال كومن دوت تاجز. فكده عملت الانترنت جيت واي. الالاستيك اي بي ده بتاع النت جيت واي مش بتاع الانترنت جيت واي، انا كاتب هنا نت. هتلاقيني هنا عامل ممكن برضه عشان الترتيب، تعالوا ناخد ده كده نحطه هنا. فانا هعمل النت جيت واي الاول، بعد كده الالاستيك اي بي بتاعها. فالنت جيت واي هستخدم الالاستيك اي بي اللي احنا هنعمله، والنت جيت واي احنا بنحطها في بابليك سبنت مش برايفت. النت جيت واي بتتحط في البابليك مش البرايفت، عشان هي بتاخد البرايفت اي بي اللي جايها وتدي له بابليك اي بي، وهي بتبعت الترافيك للانترنت. فهي بتتحط في البابليك سبنت ومدي لها برضه التاجز بتاعتنا، وده الالاستيك اي بي. اوكي، اللي انا بأساين دي للنت جيت واي. الجزء بقى اللي جاي ده مهم قوي عشان ادسكرايب شكل الترافيك الانباوند والاوت باوند ومين رايح فين وكده. بنديفاين حاجه اسمها الراوت تيبلز، هتلاقوني انا كاتبها هنا. الراوت تيبل ده هو تيبل بيكون فيه راوتس او انتريز يعني اللي هي بنسميها الراوتس، اللي بتديسكرايب انت لو رايح الديستنيشن دي انا هوديك هناك ازاي، او هوديك هناك على فين. فلو انت عايز تروح الانترنت اوديك الانترنت ثرو الانترنت جيت واي، ده لو انت في البابليك راوت تيبل او في البابليك سب نت. فاحنا الاول بنعمل بابليك راوت تيبل ده هنستخدمه مع البابليك سب نتس. فالبابليك راوت تيبل ده بقى اتاتش بالفي بي سي كده كده، والبرايفت راوت تيبل الفرق ما بينهم ولا اي حاجه غير الاسم بس لحد دلوقتي. المهم اللي جاي ان انا بعمل الراوتس، يعني فانا عملت بابليك تيبل وبرايفت تيبل، لان البابليك احط فيه الراوتس بتاعت البابليك سب نتس، والبرايفت احط فيه الراوتس بتاعت البرايفت سب نت. طب ايه الراوتس بتاعت البابليك اللي هو بابليك انترنت اكسس؟ انت لو الديستنيشن بتاعك 0000 على 0 اللي هو ده اللي هو الانترنت، ده بالنسبه لنا بيريبريزنت
الانترنت. فانت لو عايز تروح الانترنت هتروح ثرو اني جيت واي؟ الانترنت جيت واي. فانت لو في البابليك، تعالوا كده هنا الرسمه بتاعتنا اهي، فانت لو في البابليك وعايز تروح الانترنت هتروح ثرو الانترنت جيت واي. انما انت لو في البرايفت وعايز تروح الانترنت هتروح ثرو مين؟ النات جيت واي. فهتلاقيني هنا ده بتاع البابليك انترنت. بتاع البرايفت هتلاقيني بقول لك اهو، لو انت برايفت فانت لو عايز نفس الديستنيشن المره دي هتروح ثرو مين؟ النات جيت واي اي دي اللي هي النات جيت واي اللي احنا عملناها. وكل راوت بقول له انت مربوط بانهي راوت تيبل. الراوت الاولاني انا رابطه بالبابليك راوت تيبل، والتاني عمل رابطه بالبرايفت راوت تيبل. حلو الكلام. وبنعمل بقى الراوت تيبل اسوشيشن، ان انا خلاص انا عملت بابليك راوت تيبل وحطيت فيه الراوت بتاع البابليك، ببتدي اسوسييت ده بالسبنتس بتاعتي. فبقول ان الراوت تيبل اي دي اللي هو البابليك اربطه لي بالسبنت اي دي اللي هي البابليك. وطبعا عشان احنا عندنا 2 سبنت بابليك هتلاقيني مكرر ده هنا، ان انا هنا بعمل راوت تيبل اسوشيشن بابليك، راوت تيبل اسوشيشن بابليك بي اللي هي السبنت اللي اسمها بابليك بي اللي هي الثانيه. نفس الكلام بعمل راوت تيبل اسوشيشن بالبرايفت. فانت بتعمل برايفت راوت تيبل، بتعمل الراوتس وبتربطها بالراوت تيبل، وبعد كده بتربط الراوت تيبل بالسبنت. دي كده السايكل الكامل بتاعت حته ان انا ديسكرايب الترافيك. نيجي على جزء مهم قوي وهو السكيورتي جروب. ايه فكره السكيورتي جروب؟ السكيورتي جروب هي لاير كده اوف بروتكشن، انا بقدر اديسايد ايه الالاود ترافيك. فمثلا هنا للابلكيشن لود بالانسر الترافيك اللي الاود ليه هو ترافيك اوف تايب ايه وعلى بورت ايه. الترافيك اللي جاي من البراوزر هو طبيعته هتبقى يا اما اتش تي بي يا اما اتش تي بي اس، فيا اما بورت 80 يا اما بورت 443، صح؟ فده اللي انا عايز اعمل له الاو. انا عايز الاو ان الترافيك اللي هيجي للابلكيشن لود بالانسر هم دول. فهتلاقيني هنا عامل سكيورتي جروب مسميها ابلكيشن لود بالانسر، بديسكرايب فيها السكيورتي جروب ده بتاع الابلكيشن لود بالانسر اتاج باني في بي سي بالفي بي سي بتاعتنا واخد نفس التاجز. وبحط هنا الانجرس رول. الانجرس اللي هي الرول بتاع اللي بتديسكرايب الترافيك اللي داخل. فبقول ان الانجرس انا هنا حاطط فروم بورت تو بورت حاطط نفس الرقم لان انا مقلوت 80 بس. انا بالنسبه لي مش هشتغل اتش بي اس عشان لسه ما عملناش سيرتيفيكت، فهنشتغل 80 بروتوكول طبعا تي سي بي منين اي حته. انا بالنسبه لي ابلكيشن بالانسر ده بيأكسبت ترافيك من الانترنت، فبالنسبه لي السي اي دي ار رينج كل الاي بيز. طيب الابلكيشن بالانسر الايجريس رول هو بيخرج الترافيك فين؟ الابلكيشن بالانسر على الاي سي 2. ايه نوع الترافيك اللي بيخرجها؟ هنفترض ان البورت 3000 وبرضه البروتوكول بتاعك تي سي بي. فتلاقيني هنا بقول لك الابلكيشن بالانس سكيورتي جروب بتاعت الابلكيشن بالانسر. فهنا انا بقول ان انت كابلكيشن بالانسر هتكلم انهي سكيورتي جروب؟ هتكلم بتاعت الابلكيشن. فانا برضه هعمل هنا سكيورتي جروب للابلكيشن بتاعي اللي على السيرفر يعني على الاي سي 2 انستنس. فانا عايزك انت تبعت ايجريس ترافيك اللي بره على بورت 3000 للريفرنس سكيورتي جروب اللي هو بتاعت الابلكيشن. طب فين السكيورتي جروب بتاعت الابلكيشن؟ السكيورتي جروب بتاعت الابلكيشن اونلي بتاكسبت يجي لها انجريس من مين؟ انا برضو عاملها من ناحيتين. فمن ناحيه الماشين السكيورتي جروب بتاعها بيقلاو ترافيك من مين؟ من السكيورتي جروب بتاع اللود بالانسر بس مش من الانترنت، عشان اضمن ان ما حدش يقدر يكلم السيرفر بتاعي من بره. هتكلمه ثرو اللود بالانسر. فهتلاقي هنا الانجريس هو على بورت 3000 بس. ومن مين؟ من السكيورتي جروب بتاع الاي ال بي. اوكي. والايجرس اي حته في الانترنت، يعني عادي ان الماشين بتاعتي تطلع تكلم الانترنت لان هي هتطلع تكلمه عشان تانستول باكجز ثرو النت جيت واي. فكده كده انا مش مانع دي. فاهم ازاي؟ اوكي. طيب فاحنا كده اتكلمنا عن سكيورتي جروب اللود بالانسر، سكيورتي جروب الابلكيشن بتاعي،
عايز ابتدي بقى اعمل السيرفر بتاعي الفيرتشوال ماشين اللي هي الاي سي 2. عشان اعمل اي فيرتشوال ماشين محتاج الاول اديسايد الاوبريتنج سيستم اللي هي الايمج. بالنسبه لاي دبليو اس بيسموها اي ام اي اللي هي الماشين ايمج بتاعت اي دبليو اس. فدي الايمج اللي بيها بيعمل بوت ستراب للماشين اللي هو الاوبريتنج سيستم اوبونتو ولا امازون لينكس. فتلاقيني ان انا هنا مستخدم في تيرافورم حاجه اسمها الداتا بلوك. الداتا بلوك ده بيفتش، هو بيجيب من الكلاود مش بيابلاي هناك، هو بيفتش حاجه. فانا هنا كنت عايز اجيب الليتست اي ام اي ليتست موست ريسنت ترو للاوبونتو للاوبريتنج سيستم بتاع الاوبونتو. فانا مهتم بالاوبونتو ايمجز وعايز الليتست الموست ريسنت ترو. وهنا انا عامل جزء ليه علاقه بالايام بوليسي اتاتشمنت. ليه طيب ايام بوليسي اتاتشمنت؟ دي حته يعني زياده شويه، ان انا هنا على الماشين بتاعتي انا ممكن ازاي اقدر اكسس الماشين؟ ممكن ثرو اس اس اتش. فانا مشكلتي انا محتاجه allow port 22 from any place لو عايز ادخل من اي حته، او restrict to my IP. لو انا عايز انا بس اللي اعرف ادخل على الماشين باي اس اس اتش هعمل كده. الطريقه الاحسن المور ريكومندد ان انت بتشتغل بحاجه اسمها سيشن مانجر. اوكي، لو بيسموه اس اس ام. فده سيشن مانجر بتاع اي دبليو اس، وده بتعمل له انستول بان انت بتاد بوليسي بتاعه السيشن مانجر لايام رول، والرول ده بتعمل له اتاتش بحاجه اسمها انستنس بروفايل، اللي بعد كده بتعمل له اتاتش بالاي سي 2 انستنس. فكاني بخلي الاي سي 2 انستنس بتاعتي عندها القدره او عندها الرول والصلاحيه يعني ان هي تقدر ايه تسبورت او تانستول عندها السيشن مانجر، فاقدر اكونكت ثرو ا سيشن مانجر. وده way of connectivity through الكونسبت بتاع اي دبليو اس، بدل ما اشتغل اس اس اتش واحتاج اعمل كي بير وابلود الببليك واكسس بالبرايفت والقصه اللي احنا عارفينها دي. فهتلاقيني عامل السيت اب بتاعها هنا. هنا بجيب البوليسي نفسها بالداتا بلوك، الايام بوليسي دوكيمنت بتاعت الاسيوم رول، وهنا بعمل ايام رول بسميه باسم البروجكت اب رول، فده رول للابلكيشن بتاعي كونكتد بالاسيوم رول بوليسي، ان الرول ده يقدر ياسيوم هو كمان رول. بعد كده هنا باتاتش بوليسي اللي هي بتاعت الامازون اس ام مانج لانستنس كور، دي البوليسي اللي بتسمح ان انت تقدر تانيبل السيشن مانجر. وبعد كده هنا بعمل الايام انستنس بروفايل اللي بربط فيه الرول. بعد كده وانا بعمل الانستنس ده الريسورس بتاع الانستنس بتاع الفي ام، بقول له انا عايزها تقوم بانهي اي ام اي بتاع الاوبونتو الليتست. الانستنس تايب بي 3 مايكرو، ده نوع انستنس ليه سي بي يو ميموري كاباسيتي معينه حسب اللي انت محتاجه. هديبلوي الماشين في اني سبنت، في البرايفت سبنت زي ما قلنا. السكيورتي جروبس هي السكيورتي جروب اللي انا عملتها بتاعت الابلكيشن اللي هي بتاكسبت الانجريس ترافيك من الابلكيشن لود بالانسر بس. انستنس بروفايل هو ده اللي احنا عملناه اللي فيه الرول وفيه البوليسي. هل هاسوشيت بابليك اي بي ادرس؟ لا، لان انا اصلا مش عايزها يبقى للماشين دي بابليك اي بي. وده اليوزر داتا، ده اللي هو السكريبت اللي بيرن والماشين بتقوم بتبوت ستراب ان انا بانستول بايثون وبعمل هنا سيرفيس مديسكرايب فيها انا عايز اعمل ايه. انا جاست ان انا بقوم اتش تي بي سيرفر بيزك خالص ببايثون على بورت 3000 وبانيبل السيرفيس دي هتبقى دايما شغاله سيستم كنترول انيبل. السيرفيس اسمها ديمو دوت سيرفيس. فاحنا لما نعمل ابلاي هنلاقي ان في الاخر في بروسيس راننج على الماشين، نقدر نجيب اسمها ان هي اسمها ديمو دوت سيرفيس تبقى راننج على بورت 3000. اوكي، هنا ده الريسورس بتاع اللود بالانسر نفسه، ان انا هنا بكريت اللود بالانسر نفسه. عن اللود بالانسر بالنسبه لي في منه نوعين، انترنال ومش انترنال. انا بالنسبه لي ده مش انترنال، انا عايز ابلكيشن لود بالانسر بابليك، فانا عامل انترنال بفولس. ابلكيشن لود بالانسر مش نتورك لود بالانسر، ودي ممكن نتكلم عنها في ابس الثانيه الفرق ما بينهم. سكيورتي جروب بتاع اللود بالانسر نفس الكلام. السبنت عشان لازم اتنين، فهديله بابليك سبنت الاولى وبابليك السبنت الثانيه اللي هي بابليك وبابليك بي.
ودي التاجز بتاعت كل ريسورس بستخدمها فيها. في اللود بالانسر هنا محتاجين نعمل كذا حاجه. انا اللود بالانسر بديفاين حاجه اسمها تارجت جروب، وبحط فيها التارجت بتاعي. هنا مين التارجت بتاعي؟ الاي سي 2. فانا بعمل تارجت جروب بسميها الابلكيشن، وبحط فيها تارجت اللي هو اي سي 2، وبخلي اللود بالانسر يبقى عنده حاجه اسمها ليسنر، ان اللود بالانسر بيليسن على بورت 80 ويفورورد الترافيك على التارجت اللي في التارجت جروب اللي احنا هنعمله. فده اللي احنا هنعمله هنا. انا هعمل الاول تارجت جروب اسمه ابلكيشن تارجت جروب. التارجت جروب ده هو على بورت 3000 بروتوكول اتش تي بي في الفي بي سي بتاعتنا. التارجت تايب انستنس، انا بتارجت ماشين في ام، انا بتارجت في ام حرفيا على البورت ده. وده الهيلث تشيك. اي تارجت جروب بتعمله اللود بالانسر يقول لي هيلث تشيك، عشان ده اللي بيه اللود بالانسر بيقدر يقول لي هو عارف يوصل لي ترافيك هناك ولا لا، ولا السيرفيس بتاعتي مش قايمه فالهيلث تشيك بيفيل. وبعد كده بعمل حاجه اسمها التارجت جروب اتاتشمنت، اللي هو التارجت جروب اللي انا عملت له كرييت، وبقى اتاتش بالتارجت اي دي اللي هو مين؟ اللي هو الماشين، وبقى بديفاين البورت. فانت بتعمل تارجت جروب، والتارجت جروب اتاتشمنت بتربط فيها التارجت جروب بالانستنس نفسها اللي هتبقى اتاش في التارجت ده، وطبعا كده كده حاطط البورت. وبعد كده بنعمل اللود بالانسر ليسنر، ان هو بيلسن على اتش بي بروتوكول بورت 80. انهي لود بالانسر اللي بيلسن، وايه الديفولت اكشن بتاعه؟ هيفورورد الترافيك على التارجت جروب ده. فانا بقول للود بالانسر انت هتلسن على ترافيك اتش تي بي على بورت 80، وهتفورورد الترافيك على تارجت جروب، والتارجت جروب ده مربوط بالتارجت اللي هو مين؟ اللي هي الفي ام نفسها، الفي ام اي دي نفسها. بس كده. فده التيرافورم كود بتاعنا. طبعا عشان نابلاي الكلام ده زي ما قلنا احنا كل اللي بنعمله تيرافورم انت لو ما كنتش عملتها اول مره عشان تنستول البروفايدر بتاعك. بعد كده تيرافورم بلان، اتفرج على تيرافورم بالنسبه له كومبيرد بالاكونت بتاع الاي دبليو اس. هو شايف الحاجات دي معموله ولا مش معموله؟ هو شايف ان ولا حاجه معموله، هو عايز يزود ال 25 ريسورس اللي هم الحاجات اللي احنا عدينا عليها. فاراجعها بعيني واتاكد ان هي اللي انا كاتبه هو ده اللي هيتعمل بالظبط، واعمل تيرافورم ابلاي. هيجو ثرو البلان تاني، بس هيقول لي في الاخر كونفيرم يس ولا نو. هقول له يس. نيجي نفتح هنا في اي دبليو اس، هنلاقي الماشين هي بتتعمل لها انيشاليزيشن. ولو فتحنا الابلكيشن لود بالانسر هنلاقي اللود بالانسر نفسه بيتعمل او بروفيجننج. ولو فتحنا الفي بي سي هنلاقي الفي بي سي بتاعتنا هي اتعملت، واقدر اتفرج على ريسورس ماب الفي بي سي ان هي اتعملت، وعمل الاثنين بابليك سبنت والبرايفت سبنت اهي، بس لسه ما وصلش البرايفت بالناف جيت واي. هو وصل البابليك بالانترنت جيت واي، بس لسه البرايفت هيوصلها بالنت جيت واي، دي لسه هتحصل. اوكي تعالوا نبص على الماشين تاني كده. فانا بقدر اتاكد ان كل حاجه بتتعمل مظبوط. هنلاقي برضو النت جيت واي نفسها اتعملت اهي، بس لسه بيندنج فلسه بتقوم. وهنا اقدر كده اشوف البروجرس بتاع التيرافورم ابلاي بتاعي ماشي ازاي. فده هنستناه كده لما يخلص. وبما ان احنا مستنيين، تعال نستغل الفرصه دي ان انت لو مش عامل سبسكرايب ممكن نعمل سبسكرايب. احنا خلاص ان شاء الله هانت على ال1000. ولو حد عنده اي ريكوستس على توبكس عايز نتكلم عليها، او عايزين نعمل لايف، عايزين نعمل سيشنز طويله، عايزين نعمل فيديوهات اقصر من كده، قولوا لي رايكم على طول في الكومنتس او على لينكد ان. انا برضو بنزل بوست على لينكد ان لما بنزل حلقات جديده. فاحب قوي ان انتوا تعملوا سبسكرايب للشانل
وان شاء الله نعمل شغل جامد جامد مع بعض. فتعالوا كده نرجع هنا للكرييشن بتاعنا. النت جيت واي هنلاقيها اتعملت بقت افيلبل اهي. اوكي، دي النت جيت واي بتاعتنا. تعالوا نبص على الفي بي سي. هنلاقي هي البرايفت سبنت في الراوت تيبل بقت مربوطه بالنت جيت واي. فكده حصل زي ما احنا عاوزين. ان البرايفت سبنت لو عايز توصل الانترنت توصل ثرو النت جيت واي. ده بيوريك هنا شكل الراوت تيبلز. اقدر اخش جوه الراوت تيبل كمان اقرا بالتفصيل الراوتس اللي احنا عملناها. يعني في الراوت تيبل البرايفت اللي انا بفتحه هنا ده هنلاقي فيه ان انت لو عايز تروح لل 0000 اللي هو الانترنت هتروح ثرو مين؟ ثرو النت جيت واي. اوكي، فاللي انت بتعمله كتيرافورم لازم تبقى عندك الكونفيدنت ان انت هتلاقيه في الكونسول. لازم تبقى فاهم كويس انت بتعمل ايه عشان ما تعملش ريسورسز على الفاضي وتعمل مشكله وانت مش فاهم ده بيعمل ايه بالظبط. ده اللود بالانسر هتلاقيه اتعمل اهو برضو، وعمل فيه الليسنر، عمل فيه الليسنر. فدي الليسنر اهو اللي احنا عملناه اللي هو بيلسن على اتش بي بورت 80 وبيفورد على اي تارجت جروب على التيرافورم سيريس اب تارجت جروب. اوكي، فهتلاقي هنا التارجت هيلثي. فكده معناها ان الماشين بتاعتنا قايمه وبتسيرف الابلكيشن صح على بورت 3000. طيب تعالى نخش على الماشين. بما ان احنا عملنا انيبل للاس اس ام فهتيجي هنا لما تيجي تدوس كونكت هتلاقي هنا في تاب اسمها اس اس ام سيشن مانجر. هتلاقي انه الكونفجريشنز بتقول لك ان انت كونكتد وقادر تكونكت والكونكشن سكسسفول. فتعالى نعمل كونكت كده بالسيشن مانجر. اوكي، طبعا دي اوبونتو فاليوزر اللي موجود هنا هو اوبونتو. فانا هسويتش على اليوزر بتاع الاوبونتو. لو هنا جيت اعمل كيرل ريكوست على لوكال هوست بورت 3000 عشان اتاكد ان السيرفيس بتاعتي بترن لوكال على بورت 3000 الاقي انا شغاله اهي. هي مرجعه اهي ال HTML او التكست ده يعني اللي هو hello from IP كذا تي سيريز ديمو. فانا كده اتاكدت ان السيرفيس بتاعتي قايمه. اوكي، طيب عايز افتحها من البراوزر. احنا عاملين اللود بالانسر وكل الشغل ده عشان الموضوع ده. الاول بجيب الدي ان اس نيم بتاع اللود بالانسر اللي هو ده. الدي ان اس نيم ده بما ان الابلكيشن لود بالانسر ده بابليك مش انترنال فالدي ان اس نيم ده هو اكسسبل من البراوزر عادي من الانترنت. وبما ان التارجت جروب والتارجت هيلثي فالمفروض ان هو يراوت ترافيك. طب هو ليه يا ديفيد مش بيراوت دلوقتي؟ مش بيراوت هنا لان انا باي ديفولت البراوزر بيحط اتش بي اس واحنا بنسبورت اتش بي بس. فانا هخليها اتش تي بي واجرب كده الاقيه فتح معايا اهو. فكده الابلكيشن بتاعي راننج والترافيك بيجوت سيرفد او فوروردد ثرو الابلكيشن لود بالانسر دي ان اس نيم اهو. اللي انا بعد كده اقدر احط الدومين بتاعي واخلي الدومين بتاعي يودي على يبقى الياس على الاي بي البابليك بتاع اللود بالانسر. فاقدر اشتغل بالدومين بتاعي واقدر احط سيرتيفيكت بعد كده. ودي حاجه ممكن نعملها الابيسود الجاي لو حابين. فاحنا كده عملنا الديمو كامله. طيب اسيب كده الحاجه بتاعتي بتعد فلوس؟ لا، اروح عامل تيرافورم ديستروي. طالما خلصنا الديمو وخلصنا الابيسود والشرح اللي احنا عايزين نشرحه النهارده اعمل تيرافورم ديستروي. فاتاكد ان انا كل اللي احنا عملناه له كرييت اتمسح ومش بندفع عليه فلوس واحنا مش واخدين بالنا. فاتمنى النهارده تبقى الابيسود عجبتكم. ولو حد عنده اي اسئله في اي حاجه اتقالت ما عدناش عليها كويس يا ريت يبعت لي ويكتب لنا في الكومنتس وقولوا لي حابين نتكلم عن ايه الابيسود الجاي. فانا هستنى ده كده يعمل ديستروي. والمفروض هنلاقي هنا ان الحاجات ابتدت تتمسح. تعالوا نبص على النت جيت واي ديليتنج. اللود بالانسر اتمسح. الانستنس هتلاقوها برضو terminating. وبيقول له does not exist فالانستنس اتمسحت. وكده الحاجه بتاعتها اتمسحت اهي. فاضل النت جيت واي تخلص destroying او تخلص الديليشن بتاعها.
كده احنا عملنا ديستروي لكل حاجه وخلصنا الابسود. اشوفكم ان شاء الله يوم السبت الجاي. سلام.